أبي أركز في كلمتي وتعليقي على الرسائل الواردة، 21 رسالة وكلها أكثرها رسائل جدا فعلا يعني تحتاج إلى تعليق، ولكن اختصارا نركز على الأمور اللي وردت بخصوص اللي تمس الاستثمارات وتنمية الاستثمارات والأمور المتعلقة بالأراضي الصناعية وغيرها بالكويت. فعلا احنا عندنا تجربة كانت تجربة غنية، يمكن تعضو في المجلس البلدي، واستطعنا أن نطرح أكثر من 50 مشروع على مستوى الكويت، الواجهات البحرية، المسالخ، الأسواق المركزية، والكل الآن قاعد يعني فعلا يستفيد من هذه المشاريع في مختلف المناطق والتخصصات. الإخوان في لجنة تحسين البيئة والمشروعات الصغيرة، الأخ رئيسه عبد الوهاب العيسى، رسالة مهمة للمجلس بخصوص يعني طلبهم تكليفه بدراسة ما يخص أعمال اللجنة، سواء بالنسبة للمشروعات الصغيرة، مشروعات الشراكة اللي نسميها BOT أو BBB أو غيرها. فهني أحب أن أركز على أن فعلا إحنا كمجلس أخذنا هالصلاحيات بالسابق وعطيناها لإدارة مختصة في وزارة المالية، ولكن بعد ما تم أخذ الاختصاص من المجلس البلدي والبلدية، مع الأسف شفنا يعني هالمشاريع هذه كلها توقفت، وكل اللي قاعد نشوفها من المشاريع الحالية والناس قاعد تستفيد منها كلها من التسعينات، ولم يعني نرى أي مشروع قام بعد ذلك. وهذا فعلا يجب أن رئيس اللجنة والإخوان ينتبهون، يطلبون تقرير من الأخوة في المالية عن أسباب أن هذا القانون جمد، قانون الBOT، وفعلا يعني جينا بعد التحرير والدولة ما كان عندها أولويات يعني مهمة بالنسبة للواجهات والأسواق وغيرها والخدمات هذه، ولكن المجلس البلدي استطاع أن فعلا يقوم بهذا الدور. ولكن الآن فعلا احنا نحتاج إلى أن يعني نوجه مثل ما قال الدكتور حسن في رسالته، رسالة أخرى اللي هم بعلق عليها، الرسالة حول أهمية التركيز على توجيه الاستثمارات للداخل. فعلا احنا عندنا يعني إمكانيات للاستثمار بالداخل، والدليل على ذلك أن أغلب المواطنين أقرب فرصة إجازة فيها يومين ثلاث أربع خمس تلقاهم كلهم طلعوا من الكويت وراحوا بالدول حتى المو بعيدة بل حتى الدول المجاورة، لأن فيها هناك وسائل ترفيه، وسائل تسوق، أماكن تسوق وغيرها. والكويت أولى في أن نستفيد من هذه الأموال، وعندنا هالإمكانيات، وفعلا نجحنا في كثير من التجارب. ولكن المشروع القانون الBOT فعلا أنا أعتقد الآن يحتاج إلى إعادة نظر من الإخوان المعنيين في اللجنة وإحالته للجان المعنية سواء المالية أو غيرها لتنشيطها وتفعيلها، لنرى فعلا يعني مثل ما يقول دهنا بمكبتنا. أنا بعطي مثال بس بسيط أخي الرئيس، يمكن خلال يومين سابقين أحد الأخوة ذكر لي، وهذه قضية مهمة وألفت يعني مثل نظر وزير المالية والمعنيين. هاي واقع القصة، مو يعني هاي واقع. الإخوان الآن المستثمرين قاعد يروحون يستثمرون في المملكة العربية السعودية. ليش؟ أعطيك مثال، يقول لك الأرض يعطون هناك 20,000 متر مربع أرض صناعية تستثمر فيها بحدود 600,000 دينار، بينما لو أنا بشتري هني طبعا أرض صناعية من الموجودين يعني حق الانتفاع بالملايين، 1000 متر يمكن ما أدري يقولون 3-4 ملايين أو 6 ملايين شيء من القبيل. إذا هذا إيش كثر بيحط في الأرض في رأس المال، إيش كثر بيحط على أساس ينتج؟ لا، وبعدين هم يزيدني من الشعر بيت يقول لي إن الإنتاج لما يصير في المملكة في الحدود مفتوحة، وأنا أقدر أدخل منتجي للديرة وبيعه بالسعر المنافس والسعر هذا، لأن التكلفة كل التكلفة طلعت عليه يمكن أقل بكثير مما لو أنتج هذا المنتج في الديرة هني. فهذا الأمر يعني ظاهرة صايرة، ورأس المال تدري رأس المال دائما يدور على الربح.
التمديد؟ شكرا أخي الرئيس. وهذا واقع يعني فعلا، مو يعني قضية يعني واحد يقول لي يعني لا، صارت يعني وصايرة الآن. فبالتالي يجب أن نحافظ على رأس مالنا، رؤوس الأموال اللي عندنا خاصة القطاع الخاص، أن توجه للداخل، ويكون استثماراتنا يعني عائدها وتشغيلها وتوظيفها كلها يكون في الكويت. هذا من جانب. من جانب الآخر أيضا الاستثمارات الخارجية، يعني هيئة الاستثمار اللي مكتبها في لندن وتعطينا تقارير طبعا سنوية في الحالة المالية، وتتراوح طبعا عوائدها من 6 7 8، يعني إدارة موجودة. ولكن احنا لازم يكون في توجيه من الدولة أن يعني آن الأوان نتوجه جزء من هذه الاستثمارات الخارجية إلى الداخل. فعلا احنا لازم ما نعيش الأحلام، يعني مدينة الحرير وأخرى أشياء مشاريع جبارة وكبيرة، ولكن يجب أن نعكسها على الواقع ونسهل الأمور ونخليها مثل ما تقول واقعية ونستفيد منها، لأن فعلا الاستثمارات الخارجية في خطر. أنا أعتقد الاستثمارات الخارجية الآن في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فعلا في خطر قريب، يعني مو خطر مثل ما تقول بعيد سنوات 3 4 سنوات 5 سنوات، لا، خطر في أشهر راح تكون هناك الاستثمارات في خطر. ويجب الدولة أن تسرع في توجيه استثماراتها للداخل حفاظا على هذه الاستثمارات، وأيضا توجيهها التوجيه الصحيح للدولة. نقطة أخيرة بس بركز عليها بالنسبة للجنة، الأخوان الأخ عبد الوهاب العيسى والأخوان في اللجنة، يا ريت يعني وأيضا أخوان في المرافق يتم التركيز على توفير الأراضي للدولة. دائما أنا أطرح هذا الموضوع، وهذا الموضوع مستحق جدا، سواء كانت للأراضي الصناعية أو المخازن أو الأراضي الاستثمارية أو حتى بالسكن الخاص. عندنا ندرة ومن الثمانينات لم يتم طرح أراضي للبيع الحر في السوق، وبالتالي ترى الأسعار مرتفعة، وبالتالي هذا ينعكس على في السكن. مثلا المواطن لا يستطيع فعلا أن مهما كان راتبه مرتفع أنه يستطيع أنه هو من حر ماله أن يمتلك سكن خاص إلا عن طريق الرعاية السكنية. بالاستثماري أيضا لما ترتفع الأراضي الاستثمارية ترتفع إيجارات الشقق، وهذا أيضا قاعد يرتفع المواطن اليوم لو بيحصل له شقة من 4 غرف ويبي له حق الخدام وغيره مو أقل من 900 ألف دينار، زي شو بقاله من معاشه على أساس يقدر يعني يعيش فيه وغيره. فكل العوائل حتى الاستثماري يقول إحنا الدولة ما قاعد تعطينا أراضي وتشجعنا، أراضي الصناعية الآن محتكرة، وإذا بنستثمر كل النيبة والمعدات كنا قاعد نشتغل حق التاجر. وهاي نقطة مهمة، كم مرة قلنا يعني يجب إعادة النظر في المناطق الصناعية واللي قاعد يستفيدون منها، قاعد يعني يأجرونها من الدولة بدنانير معدودة، وهم قاعد يستفيدون منها بالعشرات الآلاف ومئات الآلاف على حساب الدولة. فآن الأوان أن الدولة فعلا تضع حد لهذا الموضوع. احنا اعطينا اسعار رخيصه حق التاجر ليستثمر في الاراضي الصناعيه ويعطينا منتج رخيص، سواء بالتوفير على التخزين او توفير بالتصنيع او غيره. ولكن مع الاسف الجشع التجار ادى الى انهم فعلا ياجرون بالباطن بعشرات الالاف، وهذا اللي عنده مشروعات صغيره او عند بدايه تجارته أو مثل ما تقول يعني معتمد على نفسه، لا يستطيع ان يعمل في هذا السوق الا يعني يكون يشتري هذا. واذا بيدفع اجارات يعني كل الانتاج اللي قاعد يطلعه والتدوير اللي قاعد يدوره بالتجاره كله قاعد يدفعه حق المالك الاساسي او المستاجر الاساسي من الدوله. شكرا اخي الرئيس.